سبابتين في الأذن ثم أمر الإبهام من خلفها هكذا بعضهم يقول كذا يمسح كذا. هل متحسس أذنك هل هي موجودة؟ لا، المسح أن تدخله في صماخ الأذنين ثم تمر الإبهام هكذا مرة واحدة، والمسح كذلك كذا ثم تردها ثم تعيده، ولك أن تقول هكذا فقط، لكن لابد من منابت الشعر إلى آخر منابت الشعر من اليسار. وبعضهم يقول كذا، وهذا لا يشرع. مسح الرقبة لا يشرع، لكن اللي يشرع الشعر هكذا ثم ترد، أو هكذا مرة واحدة، أو تأخذه إلى الخلف ثم ترده ثم تعيد من جديد. بعد ذلك نأتي إلى القدمين. البعض في غسل القدمين أولا من السنة أن تخلل الأصابع ثم تعمم الماء إلى أن تشرع في الساق. لاحظ الساق، هذا الكعب لابد أن تتجاوز الكعب قليلا. وبعضهم يترك المناطق المنخفضة من القدم التي هي هنا، وهذا هو العقب. والحبيب يقول ويل للأعقاب من النار. لابد نخلل الأصابع، نغسلها كاملة، ثم نغسل الكعب العظم الناتئ ونشرع في الساق لا حرج. ولذلك هنا يوم القيامة نحن غر محجلين من آثار الحجل، والغر هنا والتحجيل هنا. نغسل الأصابع نخللها، ثم نتأكد أن الماء قد أصاب القدم، ثم هذا العظم وصلنا نغسله، نشرع في الساق قليلا، أما إلى الساقين لا. هذا هو كذلك الوضوء. كبد الرجل وأسفل القدم نتأكد. هذه أيها الأحباب هذه صفة الوضوء الشرعي. بعد ذلك يذكر الإنسان الذكر الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفتح له أبواب الجنة 8. الله أكبر. لاحظوا أن كررنا الوضوء 3 وما أخذنا إلا أقل من قارورة ماء صغيرة. صحيح. الماء باقي. البعض إذا أراد يتوضأ يفتح الحنفية على أعلاها ويبدأ في الإسراف في الماء. لا تسرف في الماء.